رجعت صاحبتي اللبنانية بسر جديد لنعومة ايديها. بجد قالت لي عليه، ومن ساعة ما جربته انا بشكرها جدا. سر جمال صاحبتي اللبنانية في ايديها. لو انا كنت يعني هي بتتصور كنت وريكم جمال ايديها ونعومة ايديها. هي في الحقيقة حد مهتم بكل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. تعالى اقولك ازاي بتهتم بايديها، ومش بس بتحط الكريم وما بتستكفاش بالكريم المرطب بتاعها. انت تقدري تحطي اي نوع عندك، انا بستخدم نيفيا، انت تستخدمي اي نوع، المهم تحطي. تحطي ايه بقى على الكريم المرطب كاضافه ان هي ايديها تبقى ناعمه وطريه، واللي يشوفها ما يدعيش سنها، لان الايد بتبين السن اكتر من الوش. مش هطول عليكم وهقول لكم بتحط ايه على الكريم المرطب عشان يديها نضاره. بتجيب الكريم المرطب، تضيف عليه معلقه كبيره من الجريسلين النباتي، تضيف وتقلب وتخليه دايما جاهز معاها. هتحطه كده وتدهن الكريم المرطب على ايديها بعد اي استخدام ميه، وباسبوع واحد او اقل كتير، يعني ممكن في 3 ايام هتلاقي ايديكي اتحولت. فيها جفاف بقى، تجاعيد، عقل الصوابع، عينة غامقة، بيظبط كل ده. ما تنسيش تتابعيني لو مهتمة بكل يوم معلومة لجمالك، وحطي لايك عشان تشوفي كل المعلومات الجاية الجديدة.